ده الحمام اهوت. ده الحمام يا جماعه، حبايبنا متابعينا مشتركينا. حمام اهو، بسم الله ما شاء الله. حمام على السطح اهوت. تمام، الحمام اهوت ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبنا متابعينا مشتركينا، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وسلام. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسعاده وسلام حبايبنا في كل مكان. طبعا احنا فتحنا الجنب ده، فتحنا الجنب دوت كان مقفول طبعا علشان الشتاء، بس طبعا لسه في تغيير في المناخ، وتغيير المناخ ده لازم نخلي بالنا من الحمام اللي احنا بنربيه علشان الحمام بتاعنا ما يضيعش مننا. ما يضيعش مننا ازاي؟ يعني ما يتعبش، ما يمرضش، ما يخشلوش امراض لا قدر الله، ونرجع نجري على العلاجات والكلام ده كله. ندي رافع مناعه للحمام، ندي مضادات حيوي طبيعي للحمام، هنعمل حاجات كتير مع الحمام، بس نشغل دماغنا شويه مع الحمام. وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين حبايبنا في كل مكان، سواء جوه مصر او بره مصر. بنصبح على حبايبنا مشتركينا، الناس اللي زي العسل طبعا، الناس اللي بتتابعنا في كل مكان، قوات الحمام. ندي بقى للحمام بتاعنا كده ونتعود ان احنا نتعامل مع الحمام بالحاجات الطبيعيه، ما نمسكش في الادويه ونقعد نقول الحمام بتاعنا يا جماعه بيتعب وبيمرض والكلام ده كله. احنا مش عاوزين كده خالص، احنا مش عاوزين كده خالص. عاوزين ندي مضادات حيوي طبيعي، عاوزين نتعامل مع الحمام ببساطه، عاوزين ندي مثلا توم وبصل وتوم بودر والكلام ده كله، او توم اخضر نقطعه ونعمله في ميه دافيه على بيات ونقدمه للحمام الصبح على عطش. نتعامل مع الحمام بحاجات بسيطه. هذا الاسطوره، هذا الاسطوره الغيه طبعا، وده جعفر الغيه. جعفر الغيه اهو، جعفر الغيه هناك اهو يا جماعه. طبعا طلع احلى حمامتين في الدنيا. تمام حبايبنا مشتركينا. طبعا ده زغلول كده حته بالصلاه على النبي، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وده جعفر اهوت، جعفر الغيه الحمام. طبعا طلع احلى زغاليل في الدنيا. ودي النتايه الشقلباز، الناس اللي كانت عايزه تتفرج عليها برضه، زغاليلنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حاجه كده برضه اهداء لحبايبنا، الصلاه على النبي، بسم الله ما شاء الله. طبعا بقى نتعامل مع الزغاليل الحلوه الجميله اللي زي دي، الرزق اللي ربنا بعته لنا دوت. نخلي بالنا من الحمام بقى في تغيير المناخ اللي احنا بنقول لك عليه، الايام اللي احنا فيها ديت. طبعا الجو بيبقى حر، الجو بيبقى برد، الجو بيبقى هواء، الجو بيبقى مش مظبط. تغيير المناخ ده بيخلي الحمام بتاعنا يمرض، بيخلي الحمام بتاعنا نفقده بايدينا. وطبعا الحمام ما بيمرضش في يوم وليله يا جماعه، الحمام ما بيمرضش في يوم وليله، الحمام ما بيمرضش في يوم وليله. فلازما تخلي عندك شويه ذكاء حلوين كده مع شويه تشغيل دماغ، تمام، علشان تحافظ على فرد الحمام بتاعك، ما يجيلوش ولا هزه ولا روشه ولا جدري ولا سالمونيلا عصبيه ولا الكلام ده كله. نقدم على الميه زي ما احنا قلنا وبنقولها دايما باستمرار، التوم والبصل والبودر والليمون والحاجات الجميله اللي احنا بنقدمها للطيور بتاعتنا علشان الحمام ما يتعبش ولا يمرض مننا. يعني احنا عندنا زغاليل حلوه زي دي كده بالصلاه على النبي اهيت، زغاليل ما شاء الله، زغاليل بسم الله ما شاء الله. طبعا اهمت حاجه كده بسم الله ما شاء الله فخامه، حاجه كده بالصلاه على النبي. تمام، حاجه كده حلويات، حلويات الغيه طبعا، حاجه ما شاء الله. اهداء لحبايبنا في كل مكان، اخواتنا اللي بتابعونا في المملكه العربيه السعوديه وفي العراق وفي الكويت والامارات، مربيين الطيور في الاردن. طبعا اخواتنا الحبيبه يوميات حمامتي، طبعا الناس اللي بتتابعنا القنوات المحترمه، اخواتنا مربين الطيور وزمايلنا طبعا المحترمين، تحياتنا لكل الناس، تحياتنا لكل مشتركينا. ادي الزغاليل بتاعتنا يا جماعه اهيت. ننظف الغيه. طبعا احنا طالعين في الحلقه بتاعت النهارده الهدف منها ان احنا كميه معلومات جميله وحاجات بسيطه لازم نتعامل مع الحمام بها طبعا. والغاوي بيغفل عن الحاجات دي، الغاوي بيغفل عن الحاجات دي. تمام، ادي انتيه، انتيه بالصلاه على النبي اهيت، انتيه ما شاء الله، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، حاجه كده فخامه، حاجه كده فخامه. طبعا عايزه تطلع. طبعا انا قاعد في قلب الغيه دلوقتي طلعت ما هوت انا جوه طبعا في قلب الغيه دلوقتي. حمام زي ما انتم شايفين كده بره اهوت، والحمام ده عاوز يطلع، بس انا طبعا مش هفتح على الحمام ده دلوقتي، انا مش هفتح على الحمام دوت دلوقتي.
تمام. الناس اللي طلبت مننا ان هي تتفرج على الحمام، ادي الغيه بتاعتنا يا جماعه، الغيه القديمه بتاعتنا، الغيه البسيطه الجميله طبعا اللي احنا بنربي فيها ونفرخ فيها ونطلع احلى زغاليل اهيت برضو لحبايبنا متابعينا طبعا. يوميات حمامياتي، تحياتنا ليوميات حمامياتي طبعا، الناس اللي بتتابعنا، الناس المحترمه، اخواتنا في المملكه العربيه السعوديه وفي الاردن والكويت والامارات، غواة الحمام، عشاق الحمام، فخامه وتربيه الحمام. ده الحمام اهو يا جماعه ما شاء الله. ادي الزغلال بتاعتنا اهيت، الزغلال خايفه طبعا، جو هوا دلوقتي زي ما احنا بنقول تغيير المناخ، طبعا نرجعهم مكانهم تاني. نحاول ان احنا طبعا شايفين يا جماعه بسم الله ما شاء الله الحته الحلوه دي، صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اهداء لحبايبنا طبعا الناس المحترمه، اخواتنا متابعينا مشتركينا طبعا، مش متدبله بس حته بسم الله ما شاء الله، قنبله، قنبله الغي طبعا. حفيد الاسطوره دوت، حفيد الاسطوره وابن جعفر، ابن جعفر الغيه طبعا، حاجه كده ما شاء الله، ابن جعفر الغيه اهوت، حاجه كده ما شاء الله، ابن جعفر غيه الحمام بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. كان هيطلع بره اهو، حاجه كده فخامه. الاب طبعا بلاك والنتايه ازازي، مطلعين كده حاجه بسم الله ما شاء الله طبعا، حاجه كده جميله. حمام زي ما انتم شايفين يا جماعه، الواجهه ديت، الواجهه اللي انتم شايفينها اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو دي، احنا دي كانت مقفوله من بره، دي كانت مقفوله من بره علشان الشتاء وعلشان الهواء وعلشان طبعا الجو بيبقى برد في فصل الشتاء طبعا. فطبعا احنا بنحافظ على الطير بتاعنا على قد ما نقدر، بنحافظ على الطير بتاعنا على قد ما نقدر، بنقفل وبنفتح وبنتحكم في التهويه وفي المكان، حتى لو مكان بسيط، حتى لو مكان بسيط. طبعا حمامنا بره اهو زي ما انتم شايفين، حمامنا بره زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. طبعا انا في الكشافه دلوقتي، دي الكشافه يا جماعه، دي الكشافه سلك اهيت، كشافه سلك عشان الناس اللي بتقعد تقول الكشافه ايه، كشافه زي اللي في الوش هناك ديت، والكشافه اهيت بنفضل نقولها برده دايما، انا دي الكشافه بتاعتنا اهيت، جايبها لك اهي من كل ناحيه اهيت، تمام اهيت، تعامل كده ان شاء الله. حمام الزاجل علم وفن ونمبر 1، تحياتنا للجميع، تحياتنا لمشتركينا. قدم لك ونقول لك قدم للحمام بتاعك مضادات حيوي طبيعي، قدم للحمام بتاعك مضادات حيوي طبيعي، وسيبك من العلاجات علشان ما تموتش فرد الحمام بتاعك وتهري كبد فرد الحمام بتاعك من الادويه اللي انت بتقدمها للطيور بتاعتك. خليك في الحاجات الطبيعيه، خليك في الحاجات الطبيعيه، خليك في الحاجات الطبيعيه، الحاجات البسيطه، الثوم والبصل والليمون، افرم وحط على رتل ميه وقدم للحمام بتاعك وهو بياكل تمام الصبح في الوجبه بتاعته. المهم ان انت خد بالك بقى، المهم ان انت يا غاوي تاخد بالك من الكلمتين دول طبعا، ان انت ما تهريش فرد الحمام من العلاجات والادويه عمال على بطال، ما تهريش فرد الحمام من الادويه عمال على بطال. دايما ركز على الحاجات البسيطه، الحاجات البسيطه طبعا اللي في قلب الغيه، اللي في قلب الغيه بتاعتك علشان الحمام بتاعك ما يتعبش. طلعنا بعد الحمام بره، يلا يلا يلا، تعال 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 الحمام بتاعنا يا جماعه، طبعا انا في قلب الكشافه دلوقتي، الكشافه طبعا واطيه شويه، تمام. حمام بره اهوت، بص نش وطير بقى، نش وطير الحمام بتاعك وخلي مزاجك حلو كده في العيد وتبقى اجازه حلوه. طبعا عيدت ومزاجك 100 فل و14، اطلع فك على حمامك بقى، اكلف حمامك، حدق للحمام بتاعك، قدم للحمام بتاعك الوجبات والحاجات الجميله اللي انت طبعا بتصرف عليهم. جعفر، جعفر الغيه طبعا، والاسطوره، اسطوره الغيه طبعا رقم 1 في الغيه، البلاك حبيبي طبعا دوت من الحاجات المميزه طبعا، الطفرات اللي انا بحبها طبعا. اخواتنا اللي حبايبنا طبعا، ده للمشتركين متابعين في كل مكان. الفيديو ده يا جماعه انا عامله كده النهارده لكل اخواتنا وحبايبنا طبعا، بنقول لك تغيير المناخ، حاول تحرص وتخلي بالك، تقفل على حمامك برضو بالليل عشان الهواء، تيارات الهواء طبعا، لسه بالليل الجو ممكن يكون بالنهار يكون حر وبالليل بيبقى برد جدا وبيبقى فيه هواء، فطبعا ده بيسبب للحمام
امراض، بيسبب للحمام هزه، بيسبب للحمام روشه، بيسبب للحمام سالمونيلا. هتخش على كوكتيل امراض، فانت في غنى عن الكلام ده كله. وطبعا ربنا يعافينا ويعافيكم طبعا ويبارك في حلالنا جميعا. بنصرف على الحمام كتير، بنصرف على الغيه كتير، بس نحاول ان احنا نجتهد ونكمل الحاجات البسيطه اللي احنا بنغفل عنها، اللي هي الحاجات الطبيعيه، المضادات الحيوي الطبيعي. وبلاش، وبقولها وتحذير لكل اخواتنا وحبايبنا، تحذير مهم جدا، بلاش علاجات عمال على بطال، ولا أدوية بطرية أو بشرية عمال على بطال. بلاش، نصيحة وتحذير مهم جدا لكل مربيين الطيور وكل عشاق الحمام. تحذير مهم جدا، بلاش تدي علاجات عمال على بطال في الفترة ديت علشان ما توقعش فرد الحمام بتاعك. خليك في الحاجات الطبيعية، خليك مع الطيور بانتظام في الكلفة وتغيير المية والعلف والحاجات الجميلة ديت، وإن شاء الله ربنا هيبارك وهتفرخ وتطلع أحلى حمام في الدنيا. وطبعا الغية بتاعتنا بتعرفنا على إخواتنا في كل مكان، إخواتنا متابعينا مشتركينا في كل مكان. تحياتنا للجميع، تحياتنا لكل مربيين الطيور سواء جوه مصر أو بره مصر. وخلي بالك من التحذير المهم اللي أنا قلت لك عليه دوت، علشان دايما كلنا بنغلط الغلط الكبير، وبنفتح على الحمام بتاعنا بالليل وبنقفلش الشبابيك ولا المناور بتاعتنا او الغية، ونركز على الحاجات ديت. ما تنساش اللايك لو عجبك الفيديو، والشير للفيديو فضلا وليس امرا. تحياتنا لكل المشتركين في كل مكان. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعفر.